كابتن هيتي، مرحبا بيك. اهلا وسهلا كابتن عبد الرؤوف، اهلا بيك. خلينا ننتهز الفرصه بوجود الكابتن احمد الهيتي ونستفاد بخبرته الجميله، ولحظه كده على السريع نخلي الكابتن احمد يعرفكم بنفسه. كابتن احمد. اخوكم احمد الهيتي، بطل عالم كمال اجسام، خبير تغذيه، ومحاضر في اكاديميه IFBB برو. ممتاز كابتن هيتي، انا سعيد جدا وفخور جدا بقعدتي معاك. وطبعا اللقاء ده من اللقاءات اللي الواحد بيتمناها وبينتظرها يعني من فترات طويله. كابتن هيتي، عاوزين نستغل الفرصة وننتهزها إن احنا نقدم شوية معلومات مفيدة جدا في ظل ظروف انتشار السوشيال ميديا ببعض المعلومات وبعض التمارينات اللي الناس المبتدئين بياخدوها دلوقتي وينفذوها في قلب الجيم وهم ما يعرفوش هل التمرين ده ينفعه ومناسب أو غير مناسب. فأنا عاوز برضو تدينا من خبرتك ورؤيتك عن الموضوع ده. طيب، بص يا كابتن عبد الرؤوف، طبعا فئه المبتدئين هم اهم فئه احنا لازم نتكلم معاهم وننصحهم، لان الفئه دي بيكون داخل هو ما عندهوش الخلفيه الكافيه وما عندوش المعلومات الكافيه. ففي البدايه هو بيحاول يستقي معلوماته كلها من السوشيال ميديا، وللاسف الشديد السوشيال ميديا الايام دي مش بتنزل بس المعلومات الصحيحه، بتنزل جزء معلومات صحيحه وجزء معلومات للشو بدون اي توضيح، بدون اي شيء. هو بينزل فيديو او حاجه بيختلف حتى مع السيستم او القواعد العامه في التدريب علشان خاطر يعمل مجرد مشاهدات. انما للاسف الشباب ما بيقدرش يفرق بين المناسب ليه او غير مناسب ليه، لان مفيش توجيه صحيح ما فيش توجيه مباشر. اوكي. بعدين نقطه مهمه جدا، الشاب اللي بيتفرج على حاجات في السوشيال ميديا ما يقدرش يحدد هل ده مناسب ليه هو ولا مناسب لحد غيره. ديت النقطة اللي احنا بنشير لها علشان توجهه ونكسب ثقة الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، لانه هيستفاد كتير وبتوضح له اذا كان ده ينفعه او ما ينفعله. باختصار شديد جدا، مش لازم كل واحد بيشوف حاجه على السوشيال ميديا ان هو يقلدها. اللي انت بتشوفه ده ما تعرفش اذا كان مناسب ليك او غير مناسب ليك، مناسب لجسمك او غير مناسب لجسمك. لو انت عندك اصابات او اي مشكله صحيه بتختلف النصائح دي من شخص لشخص. بعدين التمرينات اللي بتنزل دي في الاغلب بتكون نازله للناس متقدمه. انا بدخل الجيم الاقي ناس بتقلد تمرينات، صحيح، حتى صحيح. ناس ابطال عالم مش بتتمرنها. حاجات غريبة، والواحد بيسأل ويتساءل وبعد كده يتفاجئ ان هو يوريني التليفون يقول لي يا كابتن انا هو ده صح اهوت وبعمله، مش معنى انا بتاع. ومش بيسأل غير بعد ما صحيح. يحصل له مشكلة صحيح. او يحصل له اصابة لا قدر صحيح. الله. فلازم دايما تبعد شوية عن السوشيال ميديا، وحاول بقدر الامكان تميز ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكش. ولو انت مش قادر تميز الموضوع ده، يا ريت يكون في حد خبرة معاك يبدأ يختار لك ايه اللي يناسب ليك او ايه اللي ما يناسبش ليك، لان مش كل حاجة على السوشيال ميديا دلوقتي بتناسب كل الناس. طب من هنا يبدأ ازاي يا كابتن هيتي؟ من هنا ازاي يقدر الشخص المبتدئ يعرف ان الفيديو ده يناسبه او لا؟ ايه النصيحة اللي نقدر نقدمها له؟ انا بشكل مختصر جدا، انا دايما بنصح اللاعب المبتدئ لو ما قدرش يكون معاه مدرب خاص، ان هو حتى يقدر يتابع مع مدرب يكون على الاقل عارف مستواه ويقدر يحدد له الحاجات، الخطوط العريضه اللي يقدر يمشي عليها. دي نقطه. انت دلوقتي ما عندكش مدرب او مش قادر توصل لمدرب، بشكل بسيط جدا حاول تتمرن التمرينات الاحاديه. يعني ايه الاحاديه؟ اللي بتشغل عضله احاديه، ما تدخلش تمرين يشغل اكتر من عضله مساعده معاك، لان في الغالب اغلبيه التمرين اللي بتشغل اكتر من عضلات مساعده بتكون شويه للناس محترفين شويه، يقدر يعمل كنترول على العضلات، يقدر يختار امتى يحرك الزاويه دي والعضله دي وامتى ما يحركش الزاويه دي. فدايما اختار التمرينات البسيطه السهله. يعني اما تيجي تتمرن في تمرينات الصدر، انت عندك كام زاويه بسيطه جدا تقدر تتمرنهم. في تمرينات الرجلين كام زاويه بسيطه تقدر تتمرنهم. في الظهر نفس الشيء. انما المشكله ان هو بيدخل يختار زوايا تمرين بتشغل ولا يدرك مش أهمية. مدرك. صحيح. هو معتقد ان هو ممكن التمرينات ديت لا يدرك مدى خطورتها. بالظبط. صحيح. وللاسف صحيح. الشديد هو بيكون في سنه صغير، فعنده كمان الهرمونات كويسه والاستشفاء عنده عالي، فما بيقدرش يحس بمشكله التمرين ده غير لما بتبدا الاصابه تتفاقم عنده وتوصل لمستوى معين. ساعتها للاسف الشديد بنبقى خسرنا واحد ممكن يكون في المستقبل بطل. صحيح. فاللي بنخسره في الناشئين للاسف الشديد ما بيقدرش يعوض الكلام ده بعدين. فتره، لان هي دي في اهم فتره البدايه. صحيح. الاساس والبدايه محتاجه زي ما انت بتقول التوجيه الصحيح، بحيث ان هو يسلك الطريق اللي هو هيحقق له حلمه او يحطه على بدايه الطريق الصحيح للوصول لهدفه بقدر الامكان باقل الخسائر. مظبوط. ده شيء جميل. الشق الثاني اللي ممكن يعني نحب ان احنا نتجه له، اللي هي اهميه التغذيه بالنسبه للفرد المبتدئ. طيب، الناس معتقده ان هو بيقدر يبني عضلات في الجيم. انت ما بتبنيش عضلات في الجيم، انت للاسف بتكسر عضلات في الجيم. بناء العضلات بيكون بالتغذيه وبالراحه. فالتغذيه بالنسبه لي انا بديلها اكتر من 70 ل 80% من مجهودك اللي انا اركز فيه عشان ابني فيه عضلات.
الشباب برضو الايام دي للاسف الشديد برضو السوشيال ميديا هو مش قادر يحدد البرنامج الغذائي ده مناسب ليه او غير مناسب ليه. ما بيقدرش يحدد كام كالوريز هو محتاج يدخله في اليوم، والاهم من الكالوريز المايكرو نفسه اللي هو هيدخله، محتاج كام جرام بروتين، محتاج كام جرام كارب، كام جرام فات، الفايبر بتاعه يدخل ازاي، والاهم من كل ده ازاي اوزع البروتين بتاعي على مدار اليوم. امتى ادخل البروتين سواء مثلا بيض او سواء سمك او دجاج او لحم، ادخل اي نوع بروتين في اي وقت لان الموضوع مختلف جدا ومهم جدا. ده ممتاز جدا، امتى صحيح. ادخل نوع الكارب ده مع نوع البروتين ده لان مش كل ممتاز، الانواع الكارب تمشي مع صحيح كل انواع البروتين، صحيح. الموضوع مختلف. التغذيه هي اللي بتبني العضلات، التغذيه هي اللي هتطورك، التغذيه هي اللي هتخلي عندك مستقبل في المجال ده. بدون التغذيه مهما اتمرنت انت مش هتعمل اي تقدمات في الموضوع. يعني نقدر نقول برضو بحيث ان الشباب المتقدم يبقى عارف، لان برضو منتشر الاكلات السريعه والاكل اللي هو دايما بيسعى للذه بتاعته مش للقيمه الغذائيه بتاعته. فنقدر نقول هنا ان برضو البرنامج الغذائي ده مهم جدا للكتله العضليه وبناء الانسجه العضليه بتاعته. أكيد. فلازم هو في بدايته يكون عنده الوعي، لان ديت حلقه مهمه جدا وفي دي معلومات مهمه جدا وشيقه جدا من شخصيه محترمه زي حضرتك كابتن احمد. برضه عاوزين يعني ايه نلقي الضوء شويه على الشاب المبتدئ، كم يوم بالنسبه له افضل للتمرين؟ طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه اللي هو مش كل القواعد تنطبق على كل الناس، انا هتكلم بشكل عام. طبعا كل قاعده شواذ، بس بشكل عام هو ممكن يبدا 3 تمرينات في الاسبوع، 3 ايام تمرين في الاسبوع، ممكن 4 على حسب طبيعه جسمه، حسب معدل الاكل بتاعه. ممكن برضو يدخل رياضات مختلفه معاها، ممكن يدخل سباحه، ممكن يدخل العاب فرديه قتاليه، يقدر ينوع فيها بحيث ان هو يكون مستمتع بالتمرين بتاعه. او استوقفك بعد اذنك كابتن احمد في الحته النقطه اللي انت قلتها ديت نقطه جميله جدا، لان من بعض كل الناس اللي موجوده هو يعني وجه نفسه بس للجيم وبيروح كل يوم الجيم، واجي اساله على انت مثلا كم عمره، بشوفه شاب ما شاء الله 14 سنه 15 سنه 16 سنه، يعني سن النشء ده جميل جدا، ولكن هو انا شايف ان هو حاطط وقته كله في قلب الجيم، بيروح كل يوم، هو معتقد ان هو في السن ده خلاص انا هبني عضلات لو رحت كل يوم. فدي نقطه جميله جدا ان انت تدخل انشطه جميله كمان تشركها في نفس البرنامج التدريبي. صحيح. هيستفاد جدا لان في عضلات كتيره مختلفه بتشتغل. صحيح. موده بيشتغل مش يوميا في قلب الجيم بس. زي ما انت قلت سباحه، قلت كيك بوكسين، قلت الانشطه التانية الجميله. صحيح. دي برضو شيء جميل. ده كمان بالاضافه انه يعملوا ريكفري، هيعملوا استطاله، هيغير من المود بتاعه داخل الجيم. وزي ما قلنا انت ما بتبنيش عضلات داخل الجيم، هو 6 ايام بالنسبه لك انت. حتى الابطال المحترفين دلوقتي محدش فيهم بيتمرن 6 ايام في الاسبوع، الابطال حتى اللي هم ابطال العالم بيتمرن 5 ايام في الاسبوع. فانت لما تيجي انت كشخص مبتدئ لسه التغذيه بتاعتك ضعيفه، الحاجات المساعده او السبورت اللي معاك قليل، وتاخد 6 ايام في الاسبوع، انت صدقني انت مش بتبني عضلات، انت بتضرب عضلات. وصدقني العضلات اللي انت بتهدمها في الوقت ده صعب جدا تعوضها بعد كده. على فكره لما بدي نصيحه بكون يمكن انا مريت بتجربه سيئه، فانا بنصح الناس طبعاً عشان ما يعيش في نفس التجربه. مش بقول الكلام ده، ما هو ده عشان كده احنا جايبين الكابتن احمد من بعد مشوار طويل جدا من المصابره والعناء والتعب. وطبعا شاركت في بطولات عديده كبيره نعرفها ونشوفها وحضرناها، وفي البطولات اللي احنا ما حضرناهاش ونسمع كتير من حكاياتك، لان احنا برضو من ربنا يخليك يعني من لينا الشرف ان احنا من ضمن اصدقائك المقربين. ده شيء عظيم. فاذا نطلع برضو من النقطه دي بحيث ان احنا برضو نطلع الخلاصه من كل جزئيه، ان احنا قلنا ان ال3 ايام او 4 ايام للشاب المبتدئ كفايه. ديت اللي تكفيه جدا، بحيث ان هو يبقى عنده وقت للاستشفاء والراحه. ان في فتره البناء اللي هو فيه الراحه برضو مطلوبه نفس قيمه التدريب وزياده كمان. الريكفري اهم، بجانب ان هو يكون شامله برنامج غذائي صحيح، اكلات نظيفه، اكلات صحيه، بعيدا عن الاكلات السريعه والسكريات والحاجات اللي زي دي. ده شق تاني جميل جدا. يبقى احنا اتكلمنا عن السوشيال ميديا، وكابتن احمد نبه عن ان الجدول اللي انت عاوز يعني تاخده تتمرن بيه لازم يكون تحت إشراف مدرب ويعرف لك الجدول اللي يناسبك مناسب ليك وغير مناسب. طيب دي حتة برضو كويسة، بس احنا عاوزين ندخل فيها بعمق أكتر كمان يا كابتن أحمد. إزاي أنا اللي هيناسبني أنا كشخص لسه مبتدئ؟ ما هي برضو في واحد بقاله سنة تمام وسنه 15 سنة، ده هنقيمه إزاي؟ وفي نفس الوقت في واحد لسه بقاله 3 شهور 6 شهور، ده هنقيمه ازاي؟ وواحد وكلهم في نفس السن. تمام. يعني ده 17 سنه وده 17 سنه وطبعا 17 سنه، هل كلهم هيعتبروا كلهم مبتدئين؟ لا
بص انت معروف، في ناس ما شاء الله بيكون الجيناتيك بتاعه عالي جدا، ممتاز. لمجرد ان هو يدخل الجيم مده شهر شهرين بتلاقي نتائج كبيره جدا. الموضوع مرتبط بشكل كبير جدا على الجيناتيك بتاعك، بالاضافه للكتله العضليه اللي انت بتقدر تكسبها. ممتاز. الكتله العضليه بتاعتك دي في ناس بتقدر تكسب الكتله العضليه بشكل كبير جدا، بشكل سريع جدا. الناس دي اكيد الجدول بتاعها بيختلف عن واحد لسه الجيناتيك بتاعه ضعيف او الكتله العضليه بتاعته ضعيفه. لو واحد 17 سنه وزنه 60 كيلو، اما اجي اقيس نسبه العضلات عنده الاقيها 25، عكس واحد تاني وزنه 90 كيلو اما اجي اقيس العضلات عنده الاقيها 45. اكيد ممكن كلهم يكونوا في نفس العمر. نفس العمر. ده شيء جميل. احنا بنشوف ممتاز. ناس حتى من ايام زمان، من ايام شوري والبريست والناس دي، كان 19 سنه مستحيل يكون واحد 19 سنه، ممكن يكون بيتمرن بقاله 3 سنين 4 سنين عامل كتله عضليه. في ناس توصل 30 سنه ما تقدرش تعملها. الجيناتيك مهم جدا، الكتله العضليه بتاعتك بتحدد قوه التمرين بتاعتك. واهم نقطه ان انت لازم تبدا الموضوع خطوه خطوه، ما تاخدش، ما تستعجلش. استعجالك هيأخرك. دايما بقول الكلمه دي، اي حد بيستعجل ان هو يتمرن باوزان تقيله او ياخد تمرين مش مناسب ليه، الاستعجال بتاعك ده مش بيخليك تتقدم، بيخليك ترجع لورا. صحيح. وده إجابة من اللي أنا كنت يعني بتمنى تفسيرها، لأن كان بيبقى دايما فيها حيرة. زي ما احنا قلنا، ده مبتدئ وده مبتدئ وفي نفس السن، لكن الشخص دوت جيناته الوراثية والكتلة العضلية مع بجانب الإضافة لوزنه غير شخص تاني. صحيح. فهو ده اللي هيحدد طريقه مع المدرب. فلازم زي ما انت قلت بالظبط، المدرب اللي هيكون موجود لك او الشخص المختص في المجال، في المكان اللي انت رحته، هو اللي هيكون قدامه الرؤية الصحيحة. وعلى فكرة حتى بيختلف في التغذية، يعني نفس الفكرة او نفس المثال انا ضربته. صحيح. واحد 17 سنة وزنه 60 كيلو، كتلة عنده 23 25. واحد تاني 17 سنة وزنه 90 كيلو، كتلة عنده 40 او 45. حتى في التغذية جرامات البروتين بتختلف، جرامات الكارب بتختلف، الفات بيختلف، الفيتامين بتاعه حتى بيختلف. الموضوع مش مجرد ان ده 17 سنة فبياخد نفس جدول 17 سنة. الموضوع مختلف تماما. الجيناتيك بتاعتك، الكتلة العضلية بتاعتك، الريكفري بتاعك، الاستشفاء بتاعك، الجدول اليومي بتاعك. في واحد ممكن يكون عنده كمية دراسة عالية جدا فما بيقدرش ان هو يتمرن اكتر من اللازم. حاول تتأقلم وتأقلم نفسك ان كمال الاجسام او الجيم بالنسبة لك جزء من حياتك مش كل حياتك. روعة. ايه مدى اهميه المدرب بالنسبه للشاب المبتدئ في البدايه؟ دي هتساعده في ايه؟ هتساعده في حاجات كتير جدا. رقم واحد، جدا جدا جدا، المدرب هيوفر لك وقت طويل جدا في طرق تجرب فيها حاجات كتير تكون مناسبه ليك او غير مناسبه ليك. ده رقم واحد. رقم اتنين، المدرب اللي هيوفر لك وقت في حاجات انت بتجربها. الحاجات اللي انت ممكن تجربها دي ممكن تأثر عليك بشكل سلبي مدى حياتك، فبيوفر لك إصابات ومشاكل ممكن تحصل لك. رقم 3، بيوفر لك حتى في الفلوس انت بتشتغل بيها او بتتمرن بيها، بيحدد لك حاجات معينه. انت ممكن تكون معتقد ان انا لازم اكل الكميات الكبيره دي بالشكل ده عشان اوصل للنتيجه بتاعتي. المدرب لا، هو بيديك المقدار اللي انت عايزه، سواء تغذيه او سواء مكملات غذائيه اللي تناسبك انت، مش القدر اللي انت شايف ان انا كل ما هزود في الموضوع كل ما هيكون بالنسبه لي افضل. المدرب بيختصر وقت، بيختصر صح، بيختصر فلوس، بيخليك تحافظ على نفسك من لا قدر الله اي مشكله او اي اصابه ممكن تحصل ليك بعد كده تخليك متاثر بها مدى حياتك. ممتاز جدا. يعني نتيجه ان يعني الخلاصه من الاجابه ان زي ما حضرتك قلت يا كابتن احمد، اللي انت بتختصر الطريق لهدفك، بتختصر الطريق لحلمك. يعني بدل ما تقدر تقعد فترة طويلة بتجرب من فيديو لفيديو المعلومة، المدرب هيحطك على الطريق المناسب ليك على طول. وفي نفس الوقت هتكون انت كمان يعني استثمرت الاستثمار الصحيح في الطريق بتاعك، وفي نفس الوقت قللت المصاريف بتاعتك اللي ممكن كانت بتتصرف في حاجات كتير لا داعي لها. مظبوط 100%. ده شيء عظيم جدا. أهمية الراحة للشاب بعد التمرين، او ايه الانشطه اللي المفروض برضو يستخدمها او يعني يحاول بقدر الامكان يمارسها تساعده برضو في الايه في البناء. زي ما احنا قلنا ان انت كده في الجيم انت بتكسر عضلات، انت بتدمر عضلاتك في الجيم، تعمل تمزقات عضليه ممتاز. علشان بعد كده اعمل عمليه استشفاء عضلي، الريكفري بتاعك. ففتره الراحه بتاعتك والنوم، وهو الاهم ان انت تهتم بموضوع النوم بتاعك. طبعا الاستشفاء سواء الاستطالات او الاسترتش او الساونا او الجاكوزي او الماء البارد او الكلام ده كله، كل ده مفيد. النوم اهم شيء.
انت ما عندك الهرمونات بتاعت جسمك ما بتشتغلش عندك غير اثناء فتره النوم، ومش في اي فترات النوم او في اي مرحله في مراحل النوم. انت لما بتكون وصلت لمرحله النوم العميق، النوم العميق بيشغل كل شيء في هرموناتك، بيعمل الريكفري بتاعك. انا دايما بقول للناس الكلام ده، انت ممكن في النوم العميق بتاعك كل ما يكون النوم العميق بتاعك 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات كان جزء من فتره النوم بتاعتك اللي هي 6 ساعات او 7 ساعات، بيكون الاستشفاء بتاعك سريع جدا جدا جدا. انت عمرك ما هتقدر تبني عضلات، وفي اصلا عضلات عندك ممزقه. فتره الراحه بتاعتك اثناء النوم بتاعك اهم نقطه عندك. دايما حتى بنصح الشباب بقدر الامكان حاول قبل ما تنام يعني بلاش تتفرج على التلفزيون وحاجات فيها اكشن والكلام ده كله، عشان خاطر ما ترفعش عندك الانزيمات عندك والهرمونات عندك. حاول بقدر الامكان خد حاجه بسيطه، يعني حتى لو هتتفرج على حاجه، تتفرج على حاجه كوميدي، حاول تخلي الاضاءه في البيت بتاعك او في الغرفه بتاعتك اضاءه خافته. اما بتخلي اضاءه خافته وتتفرج على حاجه بسيطه، الميلاتونين عندك بيبدا يشتغل من قبل فتره النوم، بحيث ان انا لما ابدا ادخل في مرحله النوم بتاعي يكون نوم عميق. وهو ده الهدف مش بس بتاع المبتدئ، على فكره حتى ابطال العالم، حتى الناس المحترفين، النوم العميق بالنسبه له هو اهم شيء في اليوم بتاعه، لان ده بناء العضلات بيكون في الساعات بتاعه النوم دي. هرموناتك سواء الجروث هرمون سواء التستيرون سواء عمليه البناء كامله ممتاز. بتحصل ممتاز. اثناء فتره النوم. ممتاز. وفي برضه نصيحه مهمه جدا للموضوع قبل فتره النوم، بقدر الامكان حاول ما تدخلش اكل تقيل على المعده قبل فتره النوم، لان جميل. كل ما المعده هتكون مستريحه في فتره النوم هتكون انت مستريح في نومك. برضو في نصيحة يعني أنا جربتها مع ناس كتير جدا. حلو. حاول ما تشربش سوائل كتير قبل النوم مباشرة، لأن أنت ده هيخليك تقوم من النوم عايز تفرغ المية اللي أنت شربتها. ممتاز. فحاول تخلي في مسافة ما بين المية بتاعتك 2 ل3 ساعات قبل ما تنام، عشان تكون عندك المعدة والمثانة عندك فاضية، بحيث ان انت لما تنام تدخل في مرحله النوم العميق مفيش اي حاجه تانية تصحيك. والله دي معلومات شيقة جدا وجميلة ومفيدة، ومحظوظ اللي هيتفرج على الفيديو ده. ودي من ضمن الحاجات اللي انا حبيت ان انا اوجه يعني السادة المشاهدين لسماعها، الموضوع الراحة، لانه بالفعل طلع موضوع كبير لا يمكن الاستغناء عنه، لانه طبعا. اساسي زي ما انت قلت طبعا. في موضوع البناء. صحيح. ليه انا حبيت ان انا يعني اوجه الانظار عليه؟ لان انا معظم الناس اللي بتتمرن في الجيم، بما اني برضو مدرب موجود، السهر دائما الشباب دول بيسهران. انت كنت سهران فين؟ والله على حسب طبيعه وثقافه كل شعب. انا مع اصحابي في المجلس مع الشباب اصحابي بره كده، دايما سهران لحد الساعه 3 والساعه 4 الفجر. في الوقت ده هو بيجي تاني يوم الجيم مجهد ومرهق، فبساله ليه؟ يقول لي فانا عاوز برضو تنبه لي في هو النقطه. حتى لو عوض ساعات النوم دي بفتره النهار، للاسف حلو. الشديد مش بتكون زي فتره الليل. فتره الليل بالنسبه لك الانزيمات بتاعتك والهرمونات بتاعتك مهيئه ان هي تتفرز في الوقت ده. ممتاز. انا بتكلم الكلام ده لشخص هي كان كنترول ان هو يقدر ينام في وقت معين ويصحى بدري وينام بدري، اوكي. مش بتكلم على شخص هو مجبر او ظروفه الدراسيه او العمل بتاعه ان هو بينام متاخر. في واحد هو الشيفت مثلا بتاعه ليلي، فهو غصب عنه هو شغال في شيفت ليلي، مش معنى كده ان هو لا خلاص انت هتخسر كل شيء. صحيح. لا، انا بتكلم على واحد هو يقدر يعمل كنترول على ميعاد النوم بتاعه. صحيح. يقدر ينام بدري ويصحى بدري. فانا بتكلم عن النوع دي، مش بتكلم عن نوع تانية هو مجبر ان هو يشتغل بالليل. فالافضل انه يستغل الوقت ده في النوم. اكيد. صحيح. الموضوع انت مهما حاولت تعوض ساعات النوم بتاعتك فتره النهار، جسمك الاستشفاء بتاعه والهرمونات بتاعتك عمرها ما هتكون شغاله زي فتره بالليل. ما هو برضو ان احنا ننبه للحته دي برضو، ان معظم كل المبتدئين اللي هو في مرحله البناء الدراسه بيقدر يعمل كنترول، معظمهم هو ده الوقت اللي يقدروا يستغلوه بالفعل. ولكن يعني لحب اللعب برضو، الالعاب اللي نازله جديده كلها، يعني في شباب بيدخلوا يعملوا ما بينهم وما بين بعض منافسات للعبه معينه. يعني الحاجات دي اللي انا شفتها العاب كتير، يعني يعني مش ما نحبش ان احنا نجيب اسماء الالعاب اللي بيلعبوها، بس اللي انا لاحظته ان انا بلعب مع صاحبي ووصلت لليفل كذا وهعمل لليفل كذا، وانا قعدت 3 ساعات مباشره على لعبه معينه. يعني تخيل لك انت، تخيل انه قاعد 3 ساعات 4 ساعات على لعب ما تحركش من مكانه. ايه السلبيات اللي ممكن برضو ننبهها؟ طيب، اللي ممكن تجينا من القعده والاستمراريه في اللعب الحاجه زي دي بشكل عام؟ الشخص اللي بيروح الجيم ممتاز، ده اكتر شخص بيقدر يعمل كنترول على نفسه. تقدر تعمل كنترول على نفسك في وقت التمرين، في وقت التغذيه بتاعك، في الاكل بتاعك. فما اعتقدش ان انت يكون عندك العزيمه والاراده ان انت تقدر مسيطره على الحاجات دي كلها، وتيجي عشان خاطر لعبه او سهر ان انت تفقد السيطره على نفسك. فالمفروض هو يسيطر على نفسه، لازم يسيطر على نفسه. مفيش حاجه اسمها في لعبه شدتني او في كذا او في كذا او في كذا. اللي عنده هدف كابتن عبد الرؤوف لازم يكون عنده العزيمه الكافيه لتحقيقها.
انا ما احبش حد يجي يقول لي انا نفسي اوصل لكذا وكذا وكذا وكذا، فاساله انت عملت ايه عشان توصل للهدف بتاعك؟ صحيح. انا بتمرن. لا مش كفايه، ما كل الناس بتتمرن. صح. انا باكل، مش كفايه. لازم البروجرام بتاعك كله صحيح. يكون كامل عشان توصل لهدفك. ما تجيش تقول لي انا نفسي اوصل لحاجه وانت ما بتعملش الاشياء اللي توصلك لحلمك. حاول تنفذ الحاجات دي اللي توصلك لحلمك. ما تقوليش انا بسهر وعايز اعمل نتيجه، مش هتعمل نتيجه. صحيح. ما تقوليش انا صحيح. اكل مش كويس وعايز اعمل نتيجه، مش هتعمل نتيجه. أيوة. التمرين بتاعك بتتمرن اسبوع او شهر وبعدين تريح او تسافر او تروح كذا او كذا، مش هتعمل نتيجه. الاستمراريه، والاهم من الاستمراريه الالتزام. انا ما بحبش الشخص اللي يكون داخل عندي بحماس. الشخص اللي داخل بحماس ده انا ببقى عارف ان هو فتره معينه وهيريح. اوكي. انا بحب الشخص الملتزم. وعلى فكره الشخص الملتزم عندي افضل بكتير جدا من الشخص اللي الجينات بتاعه احسن. الشخص اللي الجينات عنده كويسه ده مش ملتزم. صحيح. يعني مش ملتزم، مش هيعمل اي ما استفادش بيه. انما الشخص الملتزم حتى لو الجينات بتاعه ضعيف بيبقى عارف ان هو الجينات بتاعه ضعيف بالاستمراريه. بالظبط. ممتاز. بيستمر، بيفضل صحيح. محافظ على نفسه. صحيح. انما العاب يعني انت سهران، انت بتفقد تركيزك. الالعاب دي على فكره بترفع الكورتيزون بشكل عالي جدا. أيوة. ده اللي نحب نوجه تعمل درجه كبير جدا. القعده بتاعتك غير صحيه. أيوة. انت قاعد قاعده غير صحيه، بتتوتر، بتتنرفز، بتتعصب. ممتاز. ليه ادخل في المود ده؟ بالعكس، انت كشخص رياضي، الشخص المميز ان هو بيقدر يعمل كنترول على نفسه في غضبك، في اكلك، في شربك، في يومك، في كل شيء. انت لازم تكون عامل كنترول. لو فقدت الكنترول على نفسك صدقني مش هتقدر توصل لاي هدف. يعني كده نقدر نطلع بثوابت كتير للحصول للهدف وبعض النصائح، لان الشاب المبتدئ معظمهم بيكون ما عندوش وعي كافي. صحيح. باللي بيحصل له. يعني ما عندوش الخبرة الكافية، ما عندوش ثقافة على المعلومات الكافية اللي هي توصله برضه للاستفادة من التمرين اللي تعبه طول اليوم. ان في ثوابت تانية لازم تعملها عشان توصل للهدف اللي انت كنت شغال عليه طول اليوم بتتمرن في الجيم. صحيح. هي ألا وهي اللي هي النوم بدري. صحيح. ترك الألعاب الفترة الطويلة، انك انت تبقى قاعد قدام لعبة او شيء معين زي ما ذكرنا 3 ساعات او 4 ساعات، ده كله يعني ما بيعودش عليك غير غير بالخسارة والتعب وتضييع الوقت. في شيء غير مفيد. صحيح. ده شيء عظيم. طيب نصائح سريعة كابتن احمد للناس دي وتوعية منك ليهم في بداياتهم. طيب انا على كل العناصر اللي ذكرتها باختصار شديد جدا. رقم 1 ابعد عن السوشيال ميديا المضره. مش هقول لك ابعد عن السوشيال ميديا، انت ممكن تتعلم حاجات كتير من السوشيال ميديا عن التغذيه، تقرا، تتعلم، تثقف نفسك، دي حاجه كويسه جدا. بس ما تاخدش كل حاجه في السوشيال ميديا وتطبقها على نفسك. ده يعني الاستغلال الصحيح للشيء السوشيال ميديا. مظبوط. تمام. رقم 2 التغذيه بتاعتك اهتم بيها زي ما بتهتم بتمرينك. التغذيه بتاعتك كل ما تكون كويسه كل ما هتقدر تكسب مكاسب عضليه اكتر، كل ما هتقدر تستفاد بالتمرين بتاعك اكتر. رقم 3 الراحه مهمه جدا، زيها زي التمرين، زيها زي التغذيه. لو انت بتاكل كويس وتتمرن كويس مش هيحصل عمليه البناء العضلي غير فتره الراحه، فانت لازم تستريح كويس. ممتاز. موضوع السهر والالعاب اللي ترفع التوتر عندك والعصبيه عندك والكلام ده حاول تبعد عنها بقدر الامكان. انت شخص قوي، شخص عندك عزيمه، شخص صحيح. عندك اراده. حاول تلتزم بالبرنامج اللي يوصلك لهدفك. ما ينفعش بعد كل الحاجات اللي انت بتعملها في الجيم وفي التغذيه وفي الكلام ده تضيع الاهداف بتاعتك عشان خاطر حاجات صغيره. انا شايفها حاجات صغيره، وصدقني الحاجات الصغيره اللي بتعملها دلوقتي هتندم عليها بعدين. هتقول يا ريتني ما عملت الكلام ده كله، كنت زماني دلوقتي وصلت لمرحله احسن. وخاصه لو في حد بيتمرن معاك في الجيم بنفس مستواك، بيبقى في دايما في منافسه ما بين الشباب. هو بيتحسن، انا بعمل كل حاجه زيه، لا هو بينام بدري عنك. ممتاز. هو مهتم بالراحه بتاعته اكتر منك. الحاجات دي اللي بتعمل فروقات. اعتقد دي النصائح العامه للشباب المبتدئين. ممتاز. لو حد التزم بيها فعليا هيكون وضع مختلف. وفي حاجه تانية انا دايما بقولها، دايما انا بنصح الشباب الصغير او اللي لسه مبتدئ. على فكره انا دايما كنت افضل ان انا يكون معايا مدرب طول فتره تمريني. حتى وانا بلعب بطولات عالم دايما كنت بفضل يكون معايا مدرب. ليه؟ هو عنده بعد نظر اكتر مني. صحيح. وبيديك دافع وبيديك حماس. وبعدين ساعات احيانا برضو يعني بيتحكم في وقت الراحة بتاعتك. مزبوط. بيشدك. مظبوط. يعني ما تقدرش انك انت تاخد وقت اكتر من الراحة اللازمة بتاعتك. واحد واقف عليك، هو كل اللي واقف يعني عليه كله هدف انهاء التمرين بشكل المدرب جيد. اللي معاك كابتن عبد الرؤوف هو بيزقك في الوقت ويدفعك في الوقت اللي هو شايف ان هو يقدر يدفعك فيه. ممتاز. وبيعمل لك ستوب لما يشوفك انت مندفع في شيء غلط، فهو بيعمل لك ستوب فبيحميك بشكل كبير. ممتاز. بيوفر لك الوقت بتاعك. انت ممكن تدخل الجيم، انا بشوف الكلام ده كتير. واحد بيدخل الجيم ممكن ساعه، ساعتين، 3 ساعات بيتمرن تمرينه اللي هو انا بالنسبه لي انا 30 دقيقه 40 دقيقه اكون مخلص التمرين اللي هو اتمرنه. فبيوفر لك وقت كتير. زي ما اتفقنا المدرب بيوفر لك فلوس كتير. المدرب بالنسبه لك كمبتدئ، والله حتى مش كمبتدئ، حتى لو انت شخص متقدم، المدرب
بالنسبه لك حاجه مهمه جدا. بمناسبة الكلام عن المدرب، خلينا نستغل الفرصة برضو ونعطي نبذة بسيطة. اتفضل. ازاي اقدر يعني اختار المدرب اللي يناسبني، او ازاي اقدر يعني اقيم المدرب او ابدا معاه؟ طيب انا برضو يعني انا انت عارف هتكلم الساحه مليانه. اكيد الساحه مليانه أكيد. وكل واحد له فكره كتير جدا. يعني أكيد. وطريقته. صح. معلومه لاي حد مبتدئ، او اللي برضو الناس موجوده على الساحه اللي عندهاش الخبره والخلفيه الكافيه انها ازاي يعرف يختار مدرب. انا دايما بالنسبه لي افضل مدرب حتى لو لي انا شخصيا، حتى بعد البطولات اللي انا لعبتها، افضل مدرب انا شخصيا مدرب يجمع ما بين حاجتين: التجربه والعلم. ممتاز. اي مدرب عنده من التجارب اللي هو مره اللعيبه ومره الناس ومره الابطال ومره وانت شايف بيعمل تغيرات مع ناس كتير ويعمل نتائج مع ناس كتير، انا لازم اثق فيه. وفي نفس الوقت التغيرات اللي عملها ده ما عملهاش بشكل خاطئ، فالعلم بيصحح الطريق اللي هو بيختاره عشان خاطر يعمل النتيجه اللي هو عايزها. فالمدرب اللي ما بيجمع ما بين الخبره وما بين العلم ده افضل مدرب انصح بيه. دلوقتي الشهادات او الدورات او المراحل التعليميه في الرياضه بشكل عام، اعتقد الناس كلها بقت عارفه كل الدورات اللي انت كمدرب تاخدها. صحيح. بشكل مميز. ممتاز. معروفه جدا جدا. الخبره دي بيبقى شكل واضح جدا، وبتلاقي كل مدرب بيفتخر بالتغيير اللي عمله مع كل لاعب، وعنده حق. طبيعي لانه تعب وعدى مراحل صعبه أكيد. جدا من الحرمان يعني والتحكم في نفسه وفي رغباته وفي الحاجات اللي بيحبها بيمنعها، بحيث ان هي مش مطلوب ان انا اعملها دلوقتي. العزيمه القويه، الحاجات دي كلها ممتازه ومن حقه. فافضل مدرب بالنسبه لي صحيح. مدرب يجمع ما بين الخبره وما بين العلم، ده افضل ما مدرب. بين الخبره وما بين العلم. انما مدرب خبره بس بدون علم هو هيعمل لك نتيجه بس ممكن تكون الطريقه بتاعته غير صحيحه او غير علميه بشكل يعني كافي. ادى نتائج على ارض الواقع من خلالها نكتسب الثقه ان ده على ارض الواقع بشكل علمي. يعني بشكل علمي لازم بشكل علمي. كابتن عبد الرؤوف اثبت نجاحات على ارض الواقع. واحد في مدرب، انا ممكن في مدرب مش ماشي بشكل علمي، ماشي بشكل عشوائي وبيعمل نتائج مع بعض الناس، ممكن يكون حظ بالنسبه له. حتى لو 1000 لاعب بالنسبه له عمل نتائج معاهم، ممكن غلطه واحده مع لاعب ما تكونش مناسبه ليه تضيع كل اللي هو عمله مع كل لاعب. برضه الغلطه ديت برضه ما تعتبرش خطا له، هي تعتبر مكسب جديد بيتعلمه لمعلومات جديده. لو اتعلم بقى قبل كده هيتجنب الخطا اللي ممكن ياثر على لاعب بشكل سلبي. ممتاز. بس خلينا برضه نتكلم في النقطه دي حلوه اللي انت ذكرتها، لان احنا لو ما اخطاتش مش هصوب بعد كده. يعني برضو ممكن الخطأ للحظات معينة، لأن برضو اللعيبة والأجسام بتختلف والشخصيات بتختلف والجينات بتختلف. إيه الأخطاء المسموحة وإيه الأخطاء الغير مسموحة؟ أنا أقول حاجة دي جميلة، ده سؤال بقى خلينا أسأله لك. بص يا كبير، إيه الأخطاء اللي نغفر لها؟ جميل. والأخطاء اللي هي الغلطه منها فوق. انا اقول لحضرتك اتفضل. انا دلوقتي جاي لي واحد مبتدئ. ممتاز. انا ما اعرفش طبيعه جسمه ايه، اخدت كل البيانات. حلو. فانا شايف ان البرنامج المناسب بالنسبه له هيكون بالشكل ده. حلو. انا اديت له البرنامج، فبديله البرنامج. دايما اي حد مبتدئ معايا بديله برنامج تجريبي لمده 3 شهور. ممكن البرنامج ده انا ما اعرفش معدل حرقه عنده عامل ازاي، ما اعرفش حاجات كتيره عنده في التفاصيل في البناء العضلي عنده، ما اعرفش حاجات كتير عنده. انا خدت الحاجات الظاهريه، التقييم الظاهري بالنسبه لي، وزنه كذا، كتله عضلته كذا، فبناء عليه اديت له برنامج بناء على التقييم الظاهري بالنسبه لي. التقييم الظاهري في بعض الوقت بيكون مختلف من شخص لشخص، زي ما احنا اتفقنا مش كل الناس زي بعض. حلو. انا البرنامج ده ممكن ما يكونش مناسب لي، فده خطا مني. الخطا ده انا بعمل تعديل عليه بعد اسبوعين او 3 اسابيع بناء على النتيجه اللي انا شايفها قدامي، فبغير. ده خطا ممكن اي حد يقع فيه. زي ما في مثلا حتى مع الناس المحترفين، في واحد بيكون بيلعب بطولات، فالمدرب بتاعه يعمل له نظام تحميل اللي قبل البطوله بشكل معين، هو بيديله البرنامج المفروض بالورقه والقلم مناسب. ده يعتبر تيست، اختبار مثلا. اختبار. دلوقتي الاختبار بتاع المدرب للاسف فشل، واللاعب ما ظهرش بافضل مستوى بالنسبه له. ده خطأ يغتفر. ليه؟ لأن أنا لسه بجرب طريقة معاك، لسه بجرب حاجة معاك قبل الواقع بالزبط. ما يحصل، ووقت ساعتها الخطأ ما تقدرش انك انت تغيره، لان ايه بقى الاخطاء اللي انا ما ينفعش اتغاضى عنها. بس دي تعتبر يا كابتن احمد برضو يعني نقدر نقول ان هي ذكاء من المدرب نفسه طبعا، ان هو حب ان هو يتعرف اكتر على الشخصيه اللي بيمرنها وطبيعه جسمه وعلشان كده استقباله للجدول. صحيح. فبالتالي ادى قبل مثلا ظهوره على المسرح تجربه من ضمن التجارب. مظبوط. عشان كده قلنا اخطاء ممتاز. نقدر تغفر نقدر لا تغفر اللي على ارض
ارض الواقع وغير ارض الواقع، ان انا تفاجئنا دلوقتي بالنتيجه. ان انا كمدرب دلوقتي ما عنديش المعلومات او العلم الكافي في التشريح العضلي او في نظام الاصابات او في الكلام ده. يجي لي حد عنده مشكله صحيه وانا عارف ان هو عنده المشكله الصحيه دي، فاديله برنامج تدريبي غير مناسب ليه. دي غلطه لا دي تغتفر. نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها، دي نقطه برضو مهمه عايزين نتكلم فيها. يعني مش كل مدرب عنده الخلفيه الكافيه، الخبره برافو لابد ان عليك. يتبعها العلم، ممتاز. او العلم يتبعه الخبره. يبقى دي برضو ممكن نقضيها بقى، اذا كنا قضينا بدايه الحديث بتاعنا كانت نصائح للمشتركين الجدد. تمام. فدي نقطه مهمه جدا. خلينا يعني اخواتنا المدربين عاوزين نوجه لهم النصيحه دي. تمام. والنصيحه ديت انا اقبلها شخصيا لنفسي واي حد يقبلها. كلنا ما فيش تكبر. انا من نوعيات اللي يحب الحاجه اللي زي ما فيش تكبر على استقبال اي نصيحه. صحيح. هتفيدك. فالنصيحه الحلوه دي للمدربين الحلو، اذا ما كنتش عندك خلفيه لمعالجه الاصابات، صحيح، او للتعامل مع الاصابات، عندك الخبره والعلم الكافي، يبقى بلاش تأذي اي حد ووجهه للمختص. صحيح. يبقى دي مهمه جدا ونصيحه مهمه جدا، ارجو ان كله يتابعها. كابتن عوف، دايما المدرب الشاطر دايما هتلاقيه لا يتوقف عن طلب العلم. المدرب الشاطر دايما بياخد دورات. المدرب الشاطر دايما بيذاكر. المدرب الشاطر دايما بيحاول يحصل اكبر قدر من العلوم بشكل علمي. تقصد تطوير برضه، ويطور من ذاته. طبعا ويطور من ذاته. ممتاز. المدرب انا اسف المدرب الفاشل الذي يكتفي بهذا القدر من المعلومات اللي عنده، انا بكتفي بهذا القدر، انا عملت نتائج بهذا القدر، فده بالنسبه لي هو الصح، وانا عارف كده كل حاجه. خلاص انا كده عارف كل حاجه. ده مع احترامي لا يدرك ان لكل شكوك تطور. ايوه صحيح. انا قبل كده كنت افهم حاجه اسمها التوافق العصبي العضلي، اللي هو ان انا كل ما هكون مركز في التمرين انا جسمي هيستفاد. تمام. انا عارف الكلام ده بشكل عفوي، اللي هو انا عارف ان انا هركز في العضله، ففي تركيز هيبقى في استفاده. لما انا درست الموضوع ده بشكل علمي وعرفت البوابات العصبيه بتفتح امتى والكلام ده، ممتاز. بقى الموضوع بالنسبه لي انا بتخيل العضله شغاله ازاي بالظبط، دخلت جوه العضله بالظبط. الشكل العلمي صدقني كمدرب بيفيدك جدا في التعامل مع اللاعب بتاعك، سواء هو لاعب عادي او لاعب عنده اصابه. العلم بيسهل لك امور كتير جدا جدا جدا. انا لحد النهارده يعني انا اسف، انا مثلا انا عندي جيم بتاعي من 18 سنه، بتمرن دلوقتي بقالي 23 سنه او 22 سنه، ما شاء الله. وبرغم من كده انا لحد النهارده باخد دورات وبزود طبعا وبنتعلم. ديت برضو النصيحه الثانيه الممتازه الجميله لاي شخص، ليا قبل ما يكون لأي حد بيتابع الفيديو، وللمدربين ثانيا، انك انت لازم أن تكون دائم على تطوير نفسك في مجالك علشان تقدر تفيد الشخص اللي انت بتمرنه، لانه ملوش ذنب ان هو حط ثقته فيك، وفي الاخر انك انت تجرب عليه تجربه شيء معين وانت ما عندكش خلفيه من ايه ان ازاي تنفعه او ازاي تنفعه. فده شيء جميل جدا، وحابين ان احنا يعني نذكره وننصح به بعض المدربين، وننصح بيه نفسنا. أكيد. لان احنا دايما نحس بعض على التطور، والهدف في الاول والاخر الوصول للقيمه الجميله اللي هي رساله اي مدرب، رساله اي شخص له محتوى نافع في ظل الايام اللي احنا موجودين فيها، في ظل السوشيال ميديا المنتشر فيها الحاجات الكتير الغير نافعه والغير بصراحه. يعني انا شايف ان في حاجات كتير مضره، الواحد بيحزن. أكيد. الواحد بيحزن. فالواحد بيكون كويس إن هو يكون سبب من ضمن أسباب إنه يوجه رسالة أو يسلط الضوء على معلومات قيمة. في الأول والآخر أنا وأنت مش محتاجين غير إن إحنا نوصل معلومة هادفة هتنفع يعني أخويا الصغير، أكيد. ابنك، أخوك الصغير، أي حد. وده واجب علينا، وده واجب علينا، ونتمنى وخاصة في ظل انتشار المعلومات الغلط في الفترة دي. شيء جميل جدا والله. ربنا يخليك كابتن أحمد، أنا سعيد جدا وأنا أكتر والله بالجلسة الجميلة دي بصراحة، وأنا استفدت منها كتير وبعض المعلومات الجميلة الشيقة الجميلة، ونتمنى الكثير والعديد من الفيديوهات الجميلة ديت إن شاء الله، لأن احنا في حاجات كتير لسه عايزين نتكلم فيها. أكيد. لسه في كتير عايزين نتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله رب العالمين. ما تحرمش منك كابتن أحمد، وشرفتنا وشرفت الدنيا كلها. ربنا يخليك. شكرا.